السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير القراش البلديين اللي كيجيو خفاف بزاف وهائلين بطريقه سهله ومقادير مضبوطه. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجو معلقه كبيره ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال الملحه، ضروري معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال الجنجلان ومعلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه وبيضه، كاس مع عامر ديال الماء ونص كاس ممكن يكون ماء زهر. انا درتو هنا غيمه ونسمت بالساشي ديال الزهر. عندي نص كاس ديال الزيت وكاس قل ربع ديال سنيده. الحلاوه كتجي هي هذيك، ونسمت هنا بزهره البرتقال ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. اما الدقيق هنا عبرت 500 غرام، غربلتها وخليتها على جانب. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نبداو اول حاجه بالسوائل. كناخذ هكا اناء، كندير الماء هنا يكون دافي. هاد المقادير هذه راها مضبوطه. ضفت كاس ونص ديال الماء ونص كاس ديال الزيت والخميره. كنضيف جميع السوائل مع الخميره والسكر وكنخلط كلشي مزيان حتى كتذوب ديك الخميره. ومن بعد كنضيف كنسم بالساشي ديال الا كان الفاني ديروا الفاني، ما بغيتوش الزهر ديروا الفاني ولا قشور ديال الحامضه هما كيجيو زوينين. وهنا ضفت البياض ديال البيض اللي نزعت ليه الصفار اللي خليته للدهن، يعني غادي ندهنوا به القريصات ديالنا في الاخير. صافي كنخلطوا هاد المكونات مزيان. وهنا ضفت الملحه قلت معلقه صغيره باش يجي المذاق ديالهم بنين ما يجيوش باسلين. وتنبدا نضيف الدقيق غير شويه بشويه، كندير الدفعه الاولى وكنضيف هذيك المعلقه الصغيره ديال الخميره الحلوه. صافي كنخلط هاد الدقيق مع المكونات الاولى غير بالفوي ولا غير بالطراب اليدوي بحال هكا. من بعد كنضيف الدفعه الثانيه ديال الدقيق من بعد ما كنحرك هاد المكونات مزيان حتى ما كيبقاوش متكورين عندنا، ما كيكونوش كوار ولا تكتلات. كنضيف الدقيق هنا راه ما كملتش ديك نص كيلو ولا ديال 500 غرام، ما كملتهاش كامله، بقى لنا تقريبا واحد 100 غرام بحال هكا، ما بقيتش زدت الدقيق نهائيا. وفي هذه المرحله كنضيفوا الزرارع ديالنا بطبيعه الحال وكنخلطوا كلشي. هنا ضروري انني غادي نستعمل يديا باش نخلط المكونات مزيان. كندخلوا الدقيق كامل، وضروري العجينه خاصها تكون كتلصق. الا بغيتوا القراش ديالكم ينجحوا معكم ويجيو خفاف ويجيو مزيانين، ضروري انهم يكونوا هكا كيتلصقوا، ما يكونوش عاوتاني يعني جاري بزاف، لا خاصهم يكونوا بحال هكا. غير احترموا المقادير راه غادي ينجحوا معكم ضروري ان شاء الله. كندهن شويه ديال الزيت من الفوق وكنجمع العجينه وكنخليها. راه نهائيا انا واش دلكتها، راه غير جمعتها صافي وغطيتها وخليتها تخمر، عطيتها حقها في الخميره. ضروري انكم تخليوها تخمر مزيان مزيان. وهنا من بعد ما خمرت لي ثم راه ضاعف الحجم ديالها مزيان. صافي تنديكازيها ولا نخوي من داك الهواء. ثم شوفوا العجينه القوام ديالها ضروري تكون بحال هكا. كناخذ بلاطو بحال هكا وكندير شويه ديال الزيت، ماشي بزاف غير شويه، وكنقطع كويرات. خرجت منها 12 كويره صغيره متوسطه، ما صغار ما كبار. المهم الحجم كيبقى لكم الاختيار، بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار، انا حبيتهم بهذا القياس هذا. كنستمر في التقطاع ديالهم بحال هكا. دابا سخون الحال كيخمروا بسرعه، يعني ما تعكزوش عليهم، راه بسرعه كيوجدوا. ديروهم للكوتي الوليدات كيعجبوهم بزاف.
جربوهم بهاد الطريقة إن شاء الله غادي يعجبوكم وغادي تعتمدوهم. كمية ماشي كتيرة، بسرعة كتغلبي عليها وبسرعة كتوجد وناجحة مليون في المية. كنكوروهم مزيان وكنتأكدوا أنهم يعني الشكل ديالهم قادين. صافي من بعد كنكون في هاد الأثناء سخنت الفران، كنكون الفران سخون يعني شاعلة عليه. كناخد صفيحة اللي كندير لها ورق ديال الزبدة ولا ممكن غير دهنيها بالزيت، وكناخد كل كويرة كنقرصها بهذا القياس اللي كتشوفوا، ما كنخليهمش مبومبيين بحال هكاك. كنقرصهم ضروري، كنقرصهم واحد شويه بحال هكا، وكنستمر حتى كنكمل الوحدات اللي عندي كاملين. نتوما شوفوا معايا الطريقه راها ساهله بزاف وناجحه، والطريقه معتمده يعني ماشي يعني ما فيهاش شك، ضروري انها غادي تنجح معاك. صافي كنخليهم في هاد الطاوه هادي حتى كيخمروا. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، كنرصهم كاملين تقريبا بحال كنخليهم حتى كيخمروا. وكناخد صفار ديال البيضه اللي خلينا، كنزيد ليها غير شويه ديال الخل باش تكونش فيها شي زفاره ولا شي حاجه بحال هكا. وكندهن الوجه ديال هاد القريصات ولا القراشل ولا كل واحد اش كيسميهم، كندهنهم مزيان من جميع الجوانب. كنستمر هكا حتى كنسالي الخبيزات كاملين اللي عندنا، وكنرشهم بالجنجلان ولا اي حاجه حبيتو، اللوز ولا اي حاجه ممكن انك تزينيها بها. كيبقى الجنجلان هو التزيين البلدي اللي عرفناه في الطفوله ديالنا، هذا هو اللي كنزين بهم حتى انا دائما، لان هادو قراش البلديين الطريقه ديالي كيجيو زوينين صراحه، خفاف ناجحين من اول تجربه. صافي كندير الجنجلان وكندخلهم الفران اللي كيكون متوسط في الحراره ديالو، كنطلعهم من الفوق حتى كيتماسكوا ونزلهم من التحت حتى كيتحمروا مزيان وكياخذوا هذا اللوين ذهب هكا. شوفوا معايا ما شاء الله كيجيو رائعين هائلين، هما كيتكلموا على نفسهم، ما يحتاجش انني نقول عليهم حتى شي حاجه. شوفوا معايا الخفه صراحه، وهاد المقادير وهاد الوصفه ناجحه مليون في المية. نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله وتردوا عليا في الكومنتات. صراحه كيجيو زوينين بزاف وساهلين وناجحين، اهم حاجه انهم ناجحين. وهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. شوفوا معايا ما شاء الله غير اللوين ديالهم كيجيو زوينين بزاف محمرين. خليهم يتحمروا ما تزربوش عليهم. واللي وصل معايا حتى لهنا في الفيديو نتمنى انكم ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو هاد الوصفه هذه، لان فعلا كتستحق، ناجحه مليون في المية. وكنشكركم دائما المتابعه ديالكم الناس القدام، وكنرحب الناس الجداد، وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم على الفيديوهات ديالي الاخيره وعلى الكلام ديالكم الزوين المحفز المشجع. جزاكم الله كل خير. وضروري انني غادي نفتح معكم شي وحده باش تشوفوا المصداقيه ديال الوصفه. انتم شوفوا راه ما تيكونوش فيهم البابا نهائيا، صراحه التصوير ما عطاهمش حقهم مزيان هنايا، ولكن غادي نحاول نفتحهم عاوتاني وغادي يبان لكم اكثر. ومهم ما بقى لي اني نقول لكم شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء.